لو بتعاني من المسام الواسعه فالفيديو ده علشانك. اول هكلمكم هي ليه المسام بتبان عند ناس وناس تانية لا، مع ان كلنا عندنا مسام في وشنا. وفي اخر الفيديو هقول لكم على منتج هيساعدكم جدا وهينسيكم خالص موضوع المسام ده. الحاجه المسام هي موجوده في كل الناس فعلا، بس بتبقى باينه عند الناس اللي بشرتها دهنيه او مختلطه، لان في الحاله دي البشره بتكون دهون ازيد من الطبيعي، وبالتالي بتبين ان البورز شكلها ممتلئ وواسع، وهو ده الشكل اللي بيضايقنا. طيب في الحاله دي بنعمل ايه؟ هقولك على 3 حاجات هتخلصك خالص من الموضوع ده. اول حاجه انك تكوني بتستخدمي كلينزر فيه ساليسيليك اسيد، لان الساليسيليك اسيد بينظف المسام من جوه وبالتالي بيخلصها من كل الدهون او خلايا الجلد الميته اللي بتكون عامله الشكل الكبير بتاعها ده. تاني حاجه ممكن تعملي تنظيف بشره او هيدرافيشيال، بس اهم حاجه عند دكتور متخصص علشان بدل ما نلقى نتيجه عكسيه ونلقى المسام كبرت اكتر واتفتحت اكتر. تالت حاجه هو برودكت ممكن تستخدميه ومن اول شهر استخدام هتلاقي نتيجه جامده جدا، وهو ايف كلار مات. مش مرطب للبشره الدهنيه زي ما مشهور عنه، ده علاج اساسي للمسام وبيقلل كمان اللمعه اللي هي اغلب الناس بتشتكي منها في الاماكن الدهنيه في البشره. بيبالانس السيبم سكريشن وبيظبط افراز الدهون وبيدي منظر مات. لكن فولو عشان تشوفي فيديوهات تانية ليها علاقه بالبشره والشعر.